في ده من عوامل كتير في تحديد نظام العمولات او الكوميشن سيستم. من ضمنها طبعا تحقيق الاهداف الاستراتيجيه بتاعت الشركه، وفي نفس الوقت انها تكون تنافسيه. في اوقات انا ممكن احط عموله اقل من السوق، فساعتها البياع بينط على طول، هيسيبني ويمشي. بالظبط كده، بالذات الاشطر، دايما اشطر بياع هو اللي بينط الاول طبعا. كويس. في نقطه برضو مهمه جدا، ان لازم يكون في عاملين مهمين في وضع اي نظام عمولات. ايوه. حاجه اسمها نظام محدد الاثاره ومحدد المشاركه. بمعنى عايزين نعرفهم بقى. بمعنى أيوة. في حاجه اسمها معدل الاثاره. يعني النظام ده بيحركني ناحيه الانتاج ولا لا. ايوه. وفي حاجه اسمها معدل المشاركه. بمعنى انا دلوقتي ممكن اعمل نظام اقول مثلا اللي يعدي 80% من عمولاته، يعني مثلا التارجت مثلا 10 قروش، اللي يعدي 8 ياخد عموله، اقل من كده ملوش. اقل من كده مفيش، كده انا فقدت مشاركه.